اللي قدامك دي يا صاحبي ملاعب السعوديه اللي قدر النادي الاهلي في ظرف اقل من 4 شهور يرجع منها بانجاز جديد بعد برونزيه كاس العالم في ديسمبر اللي فات، يرجع بلقب نهائي كاس مصر وبطوله جديده تضاف للخزائن بتاعته، والمره دي على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك. ليه اتاخر فوز النادي الاهلي؟ وليه النادي الاهلي خد الوقت الطويل ده عشان يعالج مشاكله الدفاعيه ويطور من هجومه؟ وازاي قدر يعمل كده؟ ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده. لكن في البدايه وكالمعتاد اللهم انصر اخواتنا والمستضعفين من امتنا يا رب بنصر وبفرج قريب. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا. ويلا بينا على التفاصيل على طول بدون مقدمات طويله. النادي الاهلي نزل امبارح بتشكيله 4-3-3، ده اللي كان موجود على الورق، لكن على ارض الواقع الاهلي كان بيلعب 4-4-2 بوجود امام عاشور جنب كهربا معظم الاوقات، بوجود 2 محاور ارتكاز بس بيلعبوا دايما دبل بيفت او 2 محاور ارتكاز رقم 6 وهم عمرو السوليه وكريم نيفيدو. الثنائيه دي تحديدا هنرجع لها في كلام كتير جدا. اما نادي الزمالك كان بيلعب ب 4-3-3 ده على الورق، لكن على ارض الواقع كانت بتتارجح ما بين 4-2-3-1 و4-3-3، وده بيكون على حسب تحركات عبد الله السعيد اللي كان شويه بينزل جنب دونجا، شويه بيكون ما بين دونجا وما بين اوباما، شويه بيطلع يساند جنب اوباما، وهو ده اللي كان بيغير من شكل نادي الزمالك. عايز افاجئك واقول لك ان الزمالك بدا المباراه بعيب قاتل حرفيا، والعيب ده كنا اتكلمنا عنه في حلقه تحليل ما قبل المباراه، بوجود مساحات كبيره جدا ورا المحاور الارتكاز، ودي اللي كان يقدر اي فريق يستغلها لو عنده مسددين جيدين يستغلوا المساحات الفاضيه ما بين محاور الارتكاز وقلوب الدفاع. وما تتفاجئش لما اقول لك ان النادي الاهلي كان ليه فرصه الكل كان ناسيها وعمال بيتكلم ان الزمالك هو اللي بادر النادي الاهلي اولا لما كوره كانت في الدقيقه 8 من عمر الشوط الاول، كوره اتلعبت على حدود منطقه الجزاء وكان في 3 أو 4 لعيبه من النادي الاهلي لوحدهم تماما، اي حد يقدر ان هو يسدد فيهم. الكوره اللي شاطها عمرو السوليه وضربت في رجل احد لعيبه نادي الزمالك وسقطت فوق عارضه محمد عواد. الموقف ده النادي الاهلي لو كان قدر يتك عليه في اول ربع ساعه كان قدر ان هو يستغل الموقف بشكل كبير، خاصه ان عبد الله السعيد دفاعيا اضعف بكتير جدا من نونجا اللي بيعتبر دايما في النقطه دي لوحده تماما. لكن المشكله ان عيوب تشكيل النادي الاهلي ظهرت بشكل سريع جدا لما جوزيه جوميز ابتدى يلعب على المساحات اللي موجوده ورا السوليه ورا كريم نيفيدو، لان الاثنين دول عندهم مشكله كبيره جدا. المشكله دي اتمثلت في ان هم ما بيضغطوش عشان يقطعوا الكوره ودايما متقدمين وسايبين مساحات وراهم. واحنا عندنا مشكله كبيره جدا هي ان عندنا لو جينا بصينا كده لتشكيل النادي الاهلي هنلاقي ان مفيش غير 2 دستروير بس في خط الدفاع الخاص بالنادي الاهلي، رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. ما دون ذلك كلها لعيبه لا تجيد قطع الكوره بشكل كويس من اللعيبه الخصوم. عشان كده حرفيا كل كوره كانت بتتقطع من نص ملعب النادي الاهلي كانت بتتحول لمرتدات سريعه جدا علينا بيلعب فيها لعيبه نادي الزمالك على المساحات، وده اللي خلى دايما كور نادي الزمالك المرتده نسبها مرتفعه جدا في الوصول لمصطفى شوبير. والصراحه يعني مصطفى اقدر اقول انه خلال الشوط الاول واجزاء كبيره من الشوط الثاني لعب مباراه العمر في اول مباراه قمه يشارك فيها ضد نادي الزمالك، لا ومباراه نهائيه كمان. الحقيقه ان دور مصطفى شوبير في الماتش كان كبير واكبر مما حد يتخيله، لانه ساعد النادي الاهلي يفضل صامد طوال 80 دقيقه. وعلى الرغم من كده ناس كتيره ممكن ما تكونش خدت بالها من دور مصطفى، لان تحركات مصطفى تحت ال3 خشبات خلي الناس تفتكر ان قرارات مصطفى سهله او ان الكور اللي بتتلعب عليه سهله، لكن بالعكس تحركات مصطفى وردود افعاله والريفليكشنز اللي بيعملها عشان يقدر يستفضل الكور اللي بتتشاط عليه فرقت معاه كتير جدا. وكوره على سبيل المثال للحصر ويمكن البعض ما اتكلمش عنها، لكن الكوره اللي سددها مصطفى شلبي من على الطرف الشمال على مصطفى شوبير اقدر اقول لك ان مصطفى عمل فيها ردة فعل عالميه، لان في جزء من الثانيه البادي لانجوج بتاعت مصطفى شوبير كانت بتقول ان هو هيرتقي للكوره اللي المفروض انها تتشاط في الزاويه الواسعه على حسب الار2 بتاعت مصطفى شلبي اللي هتلف في المقص بتاع الزاويه البعيده، لكن الكوره لجزء من الثانيه غيرت اتجاهها راحت للزاويه القريبه، خلى مصطفى شوبير لجزء من الثانيه وهو بينط على الناحيه الشمال غير رايه وقدر ان هو يحول وجهته بنجاح على الطرف اليمين يرجع يسد الزاويه مره ثانيه ويتصدى للكوره بشكل البعض ممكن يكون اعتبره سهل جدا، لكنه تنفيذ عبقري، حارس عبقري نتنبأ له ان شاء الله بمستقبل مبهر في الكره المصريه. ان كان ده الشوط الاول، تعال بقى نروح للشوط الثاني اللي مارسيل كولر وهو خارج من الملعب كان بيفكر هيعمل ايه، وكان بيجهز مصيبه كبيره جدا لجوزيه جوميز اللي كان قاعد مش واخد باله. جوزيه جوميز نزل الشوط الثاني تغييراته كلها اضطراريه وكان بيحاول يلعب على نفس النمط اللي هو شغال عليه لعل وعسى تخبط معاه في جول او لاعب من عنده يقدر يستغل فرصه. النادي الاهلي تعالى بقى للميزه المهمه اللي قتلت المباراه حرفيا بالنسبه للفريق وبالنسبه لمارسيل كولر. مارسيل كولر قدر في اخر 10 دقائق حرفيا يا جماعه يغير شكل الفريق بعبقريه متناهيه لمرتين لتشكيلين مختلفين والتوظيفات لعيبه مختلفه على ارض الملعب بشكل مختلف،
والميزه دي ما كانتش موجوده عند جوزيه جوميز اللي كان اداؤه كارثي جدا في التغييرات. مارسيل كولر فاجئ الكل بدايه من الدقيقه 80، عمل 3 تغييرات متتاليه بخروج نيدفيد وتاو والسوليه ونزول قفشه وعمر كمال عبد الواحد ومروان. وعمر كمال كانت غرابه التغيير في انه مش نازل باك، لا ده كان نازل وينج مهاجم على الطرف اليمين عشان النادي الاهلي يلعب 4-4-2، قفشه ومروان دبل بيفيت وعمر كمال يمين، الشحات شمال وقدامهم كهربا وامام كان بيلعب كدور لاعب شادو سترايكر. عشان من هنا جه سر الفوز. عمر كمال عبد الواحد يقطع الكوره والكوره تكمل في رجل كهربا يوزعها لمحمد مجدي قفشه يلعبها تشيبس رو ممتازه جدا لامام عاشور يسجلوا بيها الهدف الاول في تغييرات واضحه وصريحه ساهمت في اهداف النادي الاهلي بعبقريه كبيره جدا من مارسيل كولر واخطاء كارثيه من جوزيه جوميز. ليه؟ جوزيه جوميز ما كانش مقتنع ان عبد الله السعيد اللاعب صاحب ال 39 سنه انه ما ينفعش يكمل في مباراه بدنيه زي دي لغايه الدقيقه 85 وقدام النادي الاهلي. لك ان تتخيل ان عبد الله طبيعي وهو في السن ده مستمر للوقت ده، فالطبيعي ان تلتين او 3/4 القرارات بتاعته تبقى غلط. انت المفروض تقول لعبد الله السعيد شابوه على مشاركته مع النادي الاهلي في الهدف الاول لما في اول مره الكره اتقطعت منه، ورغم ان هو الكره اتيحت ليه ان هو يستردها مره ثانيه، كهربا اللي واقع على الارض استلم الكره منه ولعبها لقفشه وحصل بعد كده الجون زي ما انتم شايفين. لكن عبد الله لما جه يرجع عشان يغطي المشاكل بتاعته او الكره اللي اتقطعت منه بدون قصد راح مغطي على امام عاشور، استغل ان هو اوت اوف سايد وراح مسدد الكره وسجل الهدف الاول في كارثه كبيره جدا لجوزيه جوميز اللي كان لازم يعمل بعض التغييرات المهمه لتنشيط نادي الزمالك. عشان مارسيل كولر يفاجئنا بعدها مفيش بدقيقتين بتغييرات تانية قضت على نادي الزمالك حرفيا، لما لقيناه بعد كده راح منزل اكرم توفيق عشان يكون شكل النادي الاهلي اكرم جنب مروان، ووقتها محمد مجدي قفشه خد مكان الشادو سترايكر مكان جنب كهربا، وامام عاشور بقى تحول وينج او جناح مهاجم على الطرف الشمال. عشان لك ان تتخيل الجون جه ازاي، مروان عطيه اللي بقى موجود جنب اكرم توفيق بيشارك في قطع الكره بشكل مباشر، الكره اللي وصلت لامام عاشور اللي امام عاشور استلمها على الطرف الشمال لما تحول في المركز ده لغايه اما اخترج من على حدود المنطقه ولعب الكره لمحمد مجدي قفشه اللي تحول مكان امام عاشور فيسدد الكره ويسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي. يعني تغييره قلبت 3 مراكز لعيبه داخل ارض الملعب، والثلاث لعيبه دول ساهموا في الهدف الثاني. عشان كده زي ما جمهور النادي الاهلي بتلوم على شكل اداء النادي الاهلي اول 70 او اول 75 دقيقه على مارسيل كولر، لازم نكون متاكدين يا جماعه ان مارسيل كولر بتغييراته العبقريه قلم الملعب راسا على عقب. وجمهور نادي الزمالك اللي بيلوم الحظ على انه كان مسيطر في اول 75 دقيقه وكان بيضيع، لازم يلوم جوزيه جوميز على تاخره في التغييرات وعدم تعامله بشكل جيد مع تغييرات مارسيل كولر العبقريه، وهو ده اللي حسم المباراه وبطوله جديده للنادي الاهلي. وبس يا رب تكون الحلقه عجبتكم، اعمل لايك اعمل كومنت تفاعل مع الحلقه، شير عشان المحتوى يكبر بيكم وبدعمكم، واشوفكم على خير في حلقه جديده بامر الله تعالى. شكرا ليكم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.